السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة هلال ودي قناتي. لو اول مرة تشوفوني اعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. هتلاقوا عندي وصفات ان شاء الله هتعجبكم. وصفة النهاردة ميني بيتزا وبيتزا بايتس، هشة وطرية وخفيفة قوي. يلا بينا ندخل في الوصفة على طول. اول حاجة عندي الدقيق. ادي 1 2 3. ال3 كوبايات من الدقيق دول هنزل عليهم بمعلقة بيكنج باودر صغيرة ومعلقة ملح صغيرة، وهنخلط كل المكونات دي ببعض. بعد كده عندي في حلة العجان هضيف كوباية لبن رايب. دي ازازة لبن رايب صغيرة 220 ملي، وهضيف ليها علبة زبادي. علبة الزبادي 105 جرام. بعد كده هضيف معلقة خميرة كبيرة، يعني تقريبا حوالي كيس كامل من الخميرة. المعلقة دي 15 جرام. وهضيف 3 معالق كبار سكر، يعني تقريبا لكل كوباية دقيق معلقة سكر. هقلبهم مع بعض كلهم كويس. هشغل عجان عليهم وابدأ احط الدقيق بالتدريج. مع اخر شوية دقيق هحط ربع كوباية زيت. هشغل العجان بعد كده حوالي 5 دقايق على السرعة الاولى، وبعدين 5 دقايق على السرعة التانية. طبيعي ان العجينة في المرحلة دي هتلزق بسيط لانها لسه مرتاحتش. لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى شكلها كده، يبقى كده تمام. هجيب عندي طبق واحط فيه شوية زيت، واحط فيه العجين بعد ما المها كويس. بعدين هغطيها بستريتش، وبعدين هحط عليها فوطة. هسيبها تختمر في مكان دافي ومظلم. بما اننا في الشتاء هتاخد حوالي ساعتين في التخمير. طبعا في الصيف بتاخد وقت اقل من كده. اول ما تحسوا ان هي ارتفعت بشكل كافي وما بتلزقش معاكم اشتغلوا فيها على طول. ما تسيبوهاش تخمر وقت زيادة عن اللزوم، لان الوقت الزيادة ده بيخلي العجينة يطلع فيها ريحة الخميرة، ودي حاجة مش مرغوب فيها. بعد ما العجينة خدت وقتها واختمرت هطلع الهواء منها. هرش شوية دقيق. هنلم العجينة بإيدينا بالطريقة دي كده تقريبا 10 مرات، ودي حركة مهمة مع الفرد. هقسم العجينة لقطعتين وهشتغل في جزء. بعدين فردتها. بعدين بدأت أقطع العجينة بتاعتي لقطع صغيرة، ودي هتبقى البايتس بيتزا اللي هي الحجم الصغير، اللي هو تقريبا بيتاكل على قطمة واحدة أو قطمتين. ده بيكون كويس اوي للانش بوكس بتاع الولاد. بعد ما رصيت البايتس في صينية تحتيها ورق زبدة، شكلتها كده بالشوكة. عملت بباقي العجينة مقاس أكبر، وده اللي هيكون الميني بيتزا. رصيتهم في صينية وبدأت أضغط عليهم كده بإيديا بحيث تبقى الحروف تعلى معايا، والجزء اللي في النص هو اللي يكون أوطى شوية. بعدين عملت فيها شكشكة بالشوكة برضو. بعدين هبدأ أحط التوبينج بتاعي. أول حاجة حطيت صلصة البيتزا، ودي أنا بنزل لكم فيديو عنها لأن أنا بعملها بطريقة مختلفة ومميزة جدا.
حطيت الصلصة وبعدين جبنة موتزاريلا وبعدين طماطم وبعدين فلفل وبعدين زيتون شرايح، بعدين ميكس جبن شيدر ورومي. بعدين هضغط على البيتزا كده على كل واحدة ضغطة خفيفة بحيث اثبت المكونات عليها. هدخل بعد كده البيتزا على رف اوسط على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، وانا ما بشغلش الشواية عليها، هي ال10 دقايق كافية جدا ان هي بتسويها لي من فوق وبتسيح الجبنة وبتكون تمام جدا. بعدين هتخرج بالجمال ده. دي الصينية الاولى اللي كان فيها البايتس بيتزا، عملت منها 12 قطعة. شايفين طرية قد ايه وما نشفتش مع صغر حجمها، ده لان المكونات مظبوطة والتسوية صح. ودي الصينية التانية كان فيها ميني بيتزا، دول 8 قطع. والصاج الاخير فيه 12 ميني بيتزا، يعني 3 كوبايات دقيق عملوا معايا 12 بايتس بيتزا اللي هي الصغيرة و20 ميني بيتزا، احلى وانضف واضمن مليون مرة من اي حاجة ممكن تشتروها من بره، وتاكلوها لولادكم. شوفوا بقى مطة الجبنة وحلاوتها، بصوا طرية قد ايه وهشة، حلو قوي بجد يا جماعة، لازم تجربوها. وما تنسوش لو عجبتكم الوصفة اعملوا لي لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، ومكونات الوصفة دي هتلاقوها تحت الفيديو في صندوق الوصف. اشوفكم في وصفة جديدة، باي باي.